مصادر جد مقربة من مديرية الأمن الخارجي اتصلت بي منذ أقل من نص ساعة، يخبرني يقول لي باللي سفرية رشيد نكاز للمغرب وفيديو اللي عملوا في مراكش كان بإعاز من مدير الأمن الخارجي الجزائري جديد هدايا، اللي هو رشدي فتحي مساوي، معروف باسم الصادق. تكلمت عليه كيفاش وصل لهذا، حياته كامله ويقزب كما نقولوا في الجزائر في العاصمه، نقولوا يقزب يشيت. سمعت ملي دخل هو عايش بالشتاء واحتسب روحه في على راس مديرية الامن الخارجي. رشدي فتحي مساوي هو اللي بعث راشد نكاز باش يستفز المغاربه. انا مانيش شايف علاش، يعني نحن في شهر رمضان، شهر يعني تاع الديانه. قال الصح ولاد حرام قاطعين صله الرحم، صح ولاد حرام ما يعرفوش ربي ما يعرفوش. داكور، ولكن تزيدوا حتى في رمضان تجيو تماداو تبلاو. واش كاين واش باغيين؟ دوك كيما هذا نكاز كما قلت من قبيل جبد روحه، قال خلاص ما نجيش ندير بوليتيك وراني نخدم منا، ومن بعد راح نعاود رجع وشي حوس السيد. دونك على حسب انا كنت من الوقت هذا ما بعد واش من زير جا وحده باش يخلط باش تجي حكايه المغرب. سي فري هو ما جيش في مخو يروح قال يجي يخلط في المغرب، حاول باش يتقرب منهم يكونوا خبروا السادة، قال لهم بعثوه قولوا واش يدير. ها روح زيد تجيب في الشتر واش ربحت، واش ربحت. الراجل جاي يتبلى، جاي يتبلى. هاي الخطرة طاح في المنداف، طاح في المنداف. هاي الخطرة سي راشد نكاس واش داه انت حتى لسنوات، يعني القرن العشرين ماشي القرن القرن العشرين تاع عائلة حمد بن بلة. مراكش طلعوا المغنية واستوطنوا هناك، وبن بلة ولا جزائري ولا رئيس جمهورية جزائرية ولا لا. وعائلة بوتفليقة من دروما راحوا لوجدة واستناو يستوطنوا ليه، ولولا يعني الثورة وكذا كامل راهم خذوا الجنسية المغربية وراهم بقاو مغاربة وسلام. واش تيقول لك ديروا استفتاء، انت شكونك باش تفتار على المغرب والمغرب يسمع لك، ولا العصابة اللي بعثوك يسمعوا لك؟ ولكن اللي بعثك جيوس باش تستفز المغاربه، تستفز المغاربه. إبا اللي جابوه يديه الحديد ليه، اللي جابوه رجليه العصا ليه. السلام عليكم.